عمرك سألت نفسك مين اللي بيختار الإعلان يطلع لك فين وإمتى؟ ده بقى شغل الميديا باير. باير هو المسؤول عن شراء المساحات الإعلانية أونلاين أو أوفلاين. في الديجيتال بيحدد أي منصة نعلن عليها زي فيسبوك، تيك توك أو جوجل، وإزاي نصرف الميزانية ومع ضمان تحقيق أكبر عائد. أما عن الأدوات والمهارات فلازم تكون محترف على الميتا أدز مانجر وعلى الجوجل أدز بشكل مبدئي، ومهارات التحليل بيانات وإدارة الميزانيات، وتكون شاطر في التفاوض والتخطيط. أما عن السلم الوظيفي فبيبتدي الأول جونيور ميديا باير، وبعد كده بيبقى ميديا بلانر، وبعد كده يوصل يبقى بيرفورمانس مانجر، وينتهي بيه الحال إن هو يبقى ماركتينج دايركتور. أما عن متوسط الرواتب عالميا فبتبتدي من أول 700 أو 800 دولار، وبتصل في بعض الأحيان لأزيد من 5000 دولار حسب ليفل الخبرة. الوظيفة دي مستقبلها قوي جدا مع التوسع في الإعلانات الرقمية المدفوعة والمنافسة الشديدة على الإنترنت. لو عاوز تعمل كارير شيفت وتبقى ميديا باير، ابدأ بتعلم كورسات جوجل ادز وميتا ادز. اشتغل على حملات صغيرة حتى لو ببادجت بسيطة. اعمل كيس ستاديز تعرض بيها شغلك. فاكر لما ظهر لك اعلان في التوقيت الصح في المكان الصح؟ ده ورا ميديا باير شاطر.